غنسمو لينا لاباط ديالنا. عندي شويه الابزار، شويه الملحه، عندي واحد البيضه كامله، وعندي 2 معالق ديال الماء. هادوك احتياط لما جمعتش لينا العجين ديالنا كنضيفوهم في التالي. بسم الله على بركه الله. غادي نضيفو الطحين ديالنا كما قلت لكم 4 ديال الدقيق الابيض مع 125 غرام ديال الزبده من النوعيه الجيده النباتيه. غادي نرملوهم، غادي نرملوها بالاصابع ديالنا بحال هكذا حتى كيترمل لينا العجين كامل، الدقيق كله كيترمل كامل كيتلبس لينا بالزبده. هذه المرحله مهمه، ما نعجنوش باش ما يوليش لينا العجين مطاطي، ما تصدقش معنا العجين ديالنا لاباط. ضروري كنبقاو بصبعنا حتى كنبسبسوها كامله على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. راه ساهله، ما كاين حتى شي صعوبات فيها، غير الزبده تكون على درجه حراره المطبخ باش ما تكونش قاصحه تمحلنا في الترميل ديال لاباط ديالنا. على هذه الطريقه هذه بحال هكذا حتى كنرملوها مزيان. كما كتشوفوا معايا هي العجين ديالنا اولا الدقيق ديالنا ترمل ولا لاباط بغيزي على هذا الشكل هذا مرمله مزيان غير بالاصابع، ما تعجنوهاش كما قلت لكم من قبل. دابا غنضيفوا لها المنسمات، غنضيفوا لها مليحه على حسب الذوق باش ما تجيش مسوسه، شويه الابزار كما كتشوفوا هنايا. عندي الزعتر كنستمها بالزعتر كتجي لذيذه، كيجي زوين بالزعتر. وغادي نضيفوا عليها دابا البيضه كما كتشوفوا كامله، بيضه كامله غادي نضيفوها وغادي نجمعوا غير بالاصابع ديالنا على هذا الشكل هذا. الا ما جمعتش لينا البيضه العجين كما كتشوفوا غير بالاصابع، ما نعجنوش باش يجي العجين المكسر ناجح بهذه الطريقه. وكاينه عجين اقتصاديه بلا زبده ان شاء الله نخدمها معاكم، حتى هي كتجي اقتصاديه ما فيهاش الزبده. ان شاء الله نخدم معكم انواع اخرين ديال لي كيش في هذا رمضان. ان شاء الله تنوعوا المائده ديالكم. العجين ديالنا كما كتشوفوا هي ما احتاجتش ليا الماء نهائيا، هي تجمعات كما كتشوفوا معايا. ديالنا عندي كما كتشوفوا 2 فلفلات، وحده خضراء وحده حمراء مكعبات رقيقه، عندي بصله مشلضه رقيقه، عندي علبه ديال الثوم، عندي هنايا زيت ديال الزيتون باش نشحر به ان شاء الله هاد الحشوه هذه مليحه والابزار. بسم الله على بركه الله. غادي نضيفوا كما شفتوا بصيله ديالنا، غادي نضيف عليها زيت الزيتون ان شاء الله ونخليوها تشحر لينا شويه. تنزل معنا البصله وغادي نضيفوا عليها الفلافل على هذا الشكل هذا. غادي نضيفوا مليحه مليحه حسب الذوق لواحد القياس ديالو، نخليوها تشحر معنا حتى تنزل لينا البصله شويه. عاد غادي نضيفوا عليها ان شاء الله الفلفله ديالنا. شوفوا معايا البصله ديالنا هي نزلات، غادي نضيفوا عليها الفلافل ولا الفلفله ديالنا، نخليوها تشحر مزيان تنزل. نخليو الفلفله ديالنا كما كتشوفوا تنزل مزيان. نضيفوا شويه ديال الابزار كتجي لذيذه بهذه الحشوه هذه ديال الثوم. بسم الله على بركه الله. هي الحشوه ديالنا كما كتشوفوا، هي خليتها ارتاحت. ان شاء الله غادي نطلقوها دابا بواحد 2 بلاستيكات كما غتشوفوا معايا.
من الاحسن باش تجيكم ساهله، اولا رشوا الطحين وطلقوه. غادي نطلقوه كما كتشوفوا معايا العجين ما بين جوج بلاستيكات باش كتجي ساهله ما تمحنكمش. كنبقاو نطلقوا فيها على هذا الشكل هذا حتى ترقق لي، ما تكونش غليظه تكون رقيقه، وكنقادو الجوانب من طبيعه الحال. كتشوفوا العجين ديالنا ها هي كيطلقتها على هذا الشكل هذا. ان شاء الله غادي نديروها في القالب اللي غادي تدخل به الفران. ها هي القياس ديالها هو هذا كما كتشوفوا طلقت العجين ديالي. غادي نوضعها في المول. ضروري كما كتشوفوا العجين كتطلق ما بين جوج ديال البلاستيكات باش كتسهل معنا الخدمه وما كتمحناش في الطليق. اولا ديروا الطحين حتى هو كيجي مزيان، ولكن بالنسبه لي انا كنفضل جوج بلاستيكات كتخدم ساهله وكنهزوها يعني ما كتمحلنا لا والو. صافي كنحطوها على المول ديالنا، ولا كما غديروها فرديين قوالب فرديه ولا مول كبيره. كنبقاو غاديين كننزلوا العجين ديالنا باش كنثبتوها على الحواف وكتجيش لينا العجينه فارغه ولا ما فيهاش العجين كما كتشوفوا موضح في لا فيديو. صافي كنبقاو كنثبتوها بحال هكذا وكنقطعوا الحواف بالدلاك ديالنا اولا المدلك ديالنا. كنقطعوا الحواف اللي زائدين ما كنرميوهمش، كنخليوهم كنخدموا بهم دي كيش اللي هما فرديين حتى هما يا ما نرميوهمش. صافي كنبقاو مستمرين على هذه العمليه حتى كنقادوا العجين ديالنا على المول، وكضروري كنبركو عليه بالاصابع ديالنا باش كنعطيو ديك الفورمه ديال الكيش اللي كتكون زوينه كتعجبنا. على هذه الطريقه هذه ضروري خصنا نثبتوه وما نخليوش الفراغات. الا كان عندنا شي فراغ ولا شي بلاصه خاويه من العجين يمكن لينا نقادوها كنثبتوها بعجين اخرى على هذا النحو هذا. راه بحال هكذا كتمشيو على هذه الطريقه غينجح معكم الكيش 100%. تبعوا لا فيديو من الاول، يعني هاد الطريقه هذه راه معتمده عندي، وان شاء الله غادي نخدم معكم كما قلت قبل دي كيش اللي هما اقتصاديين اللي ماشي بالزبده. هذه يعني شويه كي الزبده شويه اللي ما تكونش متوفره عنده. كاينين مقادير اخرين بدي كيش اللي هما اقتصاديين وساهلين كما موضح هنا في لا فيديو. انا كمل دابا الحواف ديال المول كنجيبوا واحد لا فورشيت وكنتكو بها المول الكيش ديالنا كامل باش ما كتنتفخش معنا العجين ديالنا. على هاد الشكل هذه كنتبعوا كامل الحواف وكنتبعوا الوسط ديال الكيش. صافي بحال هكذا يعني باش كتجي معنا العجينه ديالنا المكسره كتجي ناجحه 100%. صافي وكنديروا ليها واحد الورق غذائي اللي كيدخل الفرن وكنوضعوا عليها اي كما كتكون عندكم. بحال انا كنستخدم دابا استخدمت اللوبيا هذه ديال المطبخ. فيما كيكون عندكم شي حاجه اللي كتستوجب الفرن تكونوا مخبينها وكتستعملوها، يعني ما كتضيعش هاد اللوبيا ولا الحمص ولا اي نوع من القطنيات باش لو رول ديال هاد القطنيات باش ما كتنتفخش لينا هذا الكيش ديالنا. كتبقى العجينه ثابته بلاصتها على هذا الشكل هذا. صافي كندخلوها غير تشمع علينا في الفران باغي تولي. بالنسبه للحشوه كما كتشوفوا معايا هو الفلفله ديالنا والبصله هي وجدات. غادي نضيف ليها الطون كيجي بالطون جديد. اللي عنده شون انا ما متواجدش عندي ممكن تضيفوا ليه سميتو القزبر والمعدنوس المعدنوس عفوا حتى هو كيجي جديد. يعني بهذا الحشوه راه كيجي مزيان وكيجي مختلف بالطون كيعطي واحد اللذه زوينه وليداتي كيعجبوهم. علاش انا درتو بالطون ومره اخرى نديرو لكم حشوات اخرين ان شاء الله.
كما كتشوفوا معايا عندي هنا دانون مصوص، يمكن لكم تعوضوها بلا كريم فريش. عندي هنا نص كاس ديال الحليب، عندي 2 بيضات، 2 مثلثات ديال الفرماج، عندي هنا نص باكيه الخميره د الحلوى ولا قل منها، عندي مليحه، عندي الابزار باش نصحوا الذوق كما كتشوفوا. بسم الله على بركه الله. كنديروا العناصر ديالنا كاملين كنخلطوهم مزيان، نضيفوا مليحه كما كتشوفوا على حسب الذوق والابزار، كيتجي منسم، وخميره نقصوا من الملحه والخميره ديالنا كما قلت لكم نص باكيه ديال الخميره. غادي نخلطوا كامل هاد العناصر ديالنا، غنخلطوهم مزيان ان شاء الله. اعتمدوا على هاد لاباغي كيش هادي، راه كتجي مزيانه وكتجي زوينه، كتجي سوفلي، راه غادي تنجح معكم من الاستعمال الاول. وحاولوا انكم الفرماج ذوبوه يذوب مزيان، ينسجم مع العناصر كامله. كما كتشوفوا هي الكيش ديالنا طاب لينا نص طيبه، لاباط ديالنا طابت نص طيبه. هنا عندي ميلونج ما بين الفرماج الاحمر والفرماج موتزاريل. غادي نديروا واحد هنا شويه ديال الفرماج، كيجي زوين وكيتبت لينا الحشوه. كنضيفوه وغادي نضيفوا الحشوه ديالنا، غنضيفوها اللي درناها بالطون والفلافل والبصله، كتجي لذيذه. كنصحوا الذوق ديالنا، خاص المليحه الابزار. اللي عنده شي اضافات اخرى كما قلت لكم من قبل بحال الزيتون الخضر ولا الشامبينيون طري ولا الشامبينيون العادي، يمكن ليه يضيفوه، كيجي زوين. فهاد ديال الطون، فهاد الحشوه ديال الطون هادي كما كتشوفوا راه خرجوا ليا واحد 2 ديال قوالب فرديين من هاد العجين اللي عطيتكم. كنوزعوا الحشوه ديالنا على هاد الشكل هذا على العجين ديالنا كامله. نساويو الكيش ديالنا كامل على هاد الشكل. كما كتشوفوا معايا ها هو وزعنا الحشوه كامله على هذا على العجين ديالنا. غنضيفوا شويه الفرماج هنايا في لاباغي كيش، وكنضيفوها الكيش ديالنا على هذا الشكل هذا. كيجي لذيذ وزوين، ما تردوش انكم تجربوه. ولا بغيتو ديروهم فرديين في قوالب فرديه، راه يمكن لكم ديروهم على حساب كل واحد والرغبه ديالو. صافي دابا غادي نضيفو واحد الرشه ديال الفرماج باش كيجي معلك معنا هذا الكيش وكيجي زوين. صافي وحنا غندخلوه الفران تقريبا واحد نص ساعه، كل سيده وكتعرف الفرن ديالها. صافي دابا على هاد الطريقه هذه ان شاء الله غادي ندخلوه الفرن وانتم